السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. وصفة النهاردة جميلة جدا، محبوبة الجماهير على رأي ما بيقولوا. زي ما انتم شايفين كده، ده الكشري المصري الأصيل اللي الكل بيعشقه والكل بيطلبه من بره، وبناكله على طول وبنحبه ومنزهقش منه. سهل وبسيط وبتركات بسيطة، هيبقى زي بتاع بره بالظبط. اول حاجه يا بنات، بوتجهازك بقى عينين 4 5 زي حالاتي. حاولي ان انت تستغلي كله مع بعضه. اول حاجه عندنا العدس، هناك كنا نقعينه من الصبح لحد ميعاد التسويه بتاع الوجبه بتاعتك. بتروحي حطاه في ميه وعلى النار ورشه ملح وتسيبيه بيغلي زي ما انتم شايفين كده، ايه، في الحله اللي هي ورا الطاسه بتاعت الزيت. دي انا حاطه فيها العدس يا بنات. بيطلع اي شوائب كده من فوق او اي ريم كده، ده لازم يتشال مع وانا شغاله دلوقتي. هتلاقوني ان انا برضو اول ما بلاقي كده بروح ايه شايلاه معايا. وانت رايحه وجايه كده اي ريم بيطلع من فوق كده تروحي ايه شايلاه. الحاجات دي غير مستحبه ان انت تسيبيها مع البقوليات عموما. تمام. ده قصه العدس. طيب اول حاجه بتبداي بيها برضو البصل يا بنات، علشان الزيت بتاعه هو اللي المفروض تقلي بيه الرز وتحمصي بيه العدس، وبرده بتحطي منه على المكرونه، وهكذا وهكذا وهكذا. طيب البصل بعمله ايه؟ بقطعه جوليان كده او شرايح او طرنشات، يعني اي حاجه، او انصاف جوانح. بعد كده شويه دقيق وشويه نشا، ملح وكمون وفلفل اسود وكركم. وبروح بقى معفره البصل بالدقيق، وابدا ان انا انفضه كده هو بمصفى او بايدك او اي حاجه، وعلى طاسه الزيت وتبداي تقليه. بيتقرمش معاكي، بياخد اللون الذهبي، بتبداي تصفيه كده وتطلعيه. طلعي بقى على مناديل المطبخ، هيبقى طري شويه سيكه منك. لكن لو عايزاه مقرمش وناشف، حطيه كده ايه في طبق عادي او في بول عادي. بس يا بنات كده عندك العدس والبصل. طيب عندي هنا الرز يا بنات. بجيب حبة شعرية، بخلي الشعرية اكتر من الرز، يعني احنا مش هنعمل رز جنب طبيخ، لا، بتخلي نسبة الشعرية اكتر من مقدار الرز. يعني مثلا انت هتعملي كوباية رز مثال، يعني كوباية الرز دي انا احط قصادها كوباية ونص شعرية، وهكذا. فاهميني؟ يا رب تكونوا فاهميني. المهم لما تيجي برضو بتحمري الشعرية، بتديها درجة سيكة غامقة شوية، علشان اللهم صل على النبي، تديها درجة يعني بتغمقيها شوية عشان تبقى غامقة كده زي بتاعة الكشري. تمام. يبقى احنا كده بنغمقها وبتحمريها. بعد ما تحمريها بقى في معلقة زيت، بحط الرز عادي يا بنات. وبعد ما بحطه، بحط معاه مقدار كده حبة عدس كأنهم وقعوا منك، يعني فاهميني؟ لما تكوني موقعة حبة عدس كده غصب عنك، هو حبة عدس أصفر كده كأنهم وقعوا منك مع الرز بشعرية. التركاية دي جميلة، ولو انت كده جيتي فنطتي وانت بتاكلي بره، هتلاقي فيها عدس اصفر. جه منين؟ بيجي من مع الرز بقى. احنا بتحط حبة كده مع الرز، بيطعمه ويخلي طبعا طعم الكشري وانت بتاكلي بيبقى قريب من بتاع بره. يبقى التركاية الاولانية ان الزيت بتاع البصل هو اللي بتكملي بيه بقية الخطوات. الرقم 2، طريقة العدس دي، حبة العدس بتحطيهم مع الرز. تمام. عندي هنا حاطه ميه برضو، حاطه فيها ايه معلقه ملح. اول ما بتغلي هسلق فيها المكرونه. مكرونه بقى صغيره، مكرونه مرمريه طبعا، او اللي هي الخواتم دي، اللي هي الهلاليه اللي متاحه عندك، بما ان احنا في البيت يعني وكشري وكده، فالمكرونه اللي موجوده عندك. تمام. بعد ما بنسلق المكرونه بقى، هنا بقى في حاجه. بعد ما بتسلق يا بنات، بحط عليها بقى سنه من الزيت، وبحط عليها رشه من الفلفل الاسود. عايزه اقول لكم ان الحركه دي او التركايه دي رهيبه، جربيها كده. ما تحطيش زيت في الميه، انا ما حطيتش زيت في الميه. انا بعد ما هي استلقت، حطيت لها زيت زي ما انتم شايفين كده، ومعلقه فلفل اسود كده، وبدات ان انا اقلبها، بحيث ان انا ركنتها ساعه 2 3، ما تمسكش كده في بعضها، عشان لما اجي اغرف تبقى كده ايه مفرفره زي بتاعه المحلات بالظبط، زي ما انتم شايفين كده. تركات الفلفل الاسود دي هتوديها في حته تانية خالص. طيب الصلصه لما نيجي نعملها، الصلصه نفس الحكايه، بناخد من الزيت بتاع القلي بتاع البصل زي ما انتم شايفين معايا كده. وابدا بقى ان انا ايه افضي حبه، وبتكوني بقى محضره عندك توم مفروم، دقاه بقى يعني عاملاه بالهراسه بتاعه التوم، دقاه في الهون زي حالاتي كده، مفروم عندك وجاهز. المهم ان انت ايه بفضي كده زيت من قلي البصل، وبروح بقى ايه حاطه فيها كده ايه فصين التوم اللي انا عملتهم، وابدا بقى ان انا اديها ايه تشويحه كده على النار.
التركات اللي انا بقولك عليها دي في الفلفل الاسود مع المكرونة، واستخدام الزيت بتاع قلي البصل، والتركات العدس مع الرز، وكمان التركات اللي انا هقولك عليها دلوقتي مع الصلصة. جربي كده التركات دي، وبعد ما تاكلي كده يعني تيجي تاكلي كده استطعمي كده كويس وشوفي هل هو زي بتاع بره ولا لا. المهم يا بنات، بعد كده اما بنزل التوميه كده وبشوحها كده في معلقتين زيت، اول ما بتاخد معايا اللون الذهبي الجميل بنزل بمعلقه من الكزبره الناشفه، بديها تشويح كده مع بعضيها زي ما انتم شايفين كده تقليبتين 3، وبنزل عليها بالصلصه. اي طماطم عندك موجوده يعني تكون جاهزه في اللهم صل على النبي، تكون جاهزه عندك يعني انتي مصلصاها، انتي ضرباها في الخلاط وركناها، عملتيها لسه عصراها دلوقتي في الخلاط، اي حاجه. اول ما خدت اللون الجميل ده هنزل بالصلصه على طول بالشكل ده. طبعا انا عندي هنا الطماطم دي انا بضربها وبجهزها وبحطها عندي، فهي تقيله شويه، فانا هبدا ان انا ايه ازود بقى صلصه وازود ميه لحد ما املى الحله كده، واسيب المقدار دوت يغلي مع نفسه زي ما انتم شايفين كده. هي الطماطم خام، فانا ايه هزودها شويه ميه. التوابل اللي بتتحط في الصلصه يا بنات معروفه: ملح، فلفل اسود، كزبره احنا حطيناها مع الثوم، وكمون، بس كتري نسبة الكمون شوية، طبعا مش كتير عشان ما يمررش، لكن مثلا حلة زي دي انا هحط لها معلقة كبيرة، دلوقتي انتوا هتشوفوا هحط لها معلقة كبيرة من الكمون. معنى كده ان التركات الكمون كده مع الصلصة لما بتيجي تقلبيها مع بقى مكونات الكشري كلها بتلاقيها زي بتاعت بره بالظبط. فان انت لما كتري الكمون تحس ان انت لا كده دي صلصة كشري، حتى وهي بتغلي على النار كده والريحة كده بتفحفح تحسي لا فعلا هي دي صلصة الكشري. طيب في حاجة تانية يا بنات، انا بحط اي طماطم اي بعملها في اي وصفة ايا كان صلصة ايه او طبيخ ايه بحط لها رشة كده من السكر. السكر بيظبط التست بتاعها وكمان بيمنع الحموضة، فحطي برضو مقدار كده رشة بس كده ما بين صوابعك من السكر. حطيت فلفل اسود، حطيت ملح والكزبرة حطيناها مع التومة، وهحط دلوقتي الكمون يا بنات. تمام، وهقلبها تقليبة واسيبها بقى لحد ما تغلي وتسبك بقى خالص وتبقى معايا جاهزة. هنا بقى دي معلقة السكر اللي انا حطيتها زي ما انتوا شايفين معايا كده، وهنا بقى انا ايه هرش بقى رشه كمون حلوه كده عشان ايه الكشري يحب الكمون. حطيت معلقتين كده من الكمون على قد الصلصه بتاعتي وغطيها واسيبها تغلي بقى. وعايزه اقول لك بقى شمي الريحه بقى، اللي هيخش عندك يقول لك انت فاتحه مطعم كشري بجد والله العظيم. التريكات اللي بقول لكم عليها دي هي اللي هتخلي الكشري بتاعك زي بتاع بره. هنا يا بنات البابريكا بتعزز اللون الاحمر بتاع الصلصه، فبالتالي لما تيجي تحطي كنت دايما اجي اعمل الصلصه اقول هي ليه ما بتطبعش كده لون احمر جامد على المكرونه زي بتاع بره. اللون اللي هم بيحطوه لون البابريكا ده لما بيكتروا فيه وتيجي تقلبي طبق الكشري بيبقى زي بتاع بره بالظبط. اي طبق الكشري الجميل بتاعنا يا رب ينال اعجابكم. ما تنسوش بقى في اللايك والشير مع اصحابكم وحبايبكم، واشوفكم على خير فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله.